المعصية في مكان مغلق لا يراه فيه أحد نقول له اطمئن عليه 5 شهور. الشاهد الأول هو الأعضاء التي أعضاء لقول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. إذا شاهد من نفسك عندها لن تستطيع أن تنكر. يوم القيامة ستعرض علينا صحائف الأعمال. يوم القيامة سنعرف أعمالنا كلها جلها ودقيقها، كل شيء راح نعرفه، وعندها ستذكر كل هذه الأعمال، ما راح تنسى. البيت والف راح يكون عندك تمام في ذلك الوقت، لقول الله سبحانه وتعالى قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حاشا وكلا أن يظلم الله سبحانه وتعالى إلا من أراد أن يظلم نفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. لذلك الشاهد الأول أعضاء. الشاهد الأول أعضاء. الشاهد الثاني هي الأرض التي عملت عليها المعصية، لقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن الذي أنطق الأعضاء قادر على أن ينطق الأرض، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء سبحانه. لذلك أمامك الآن شاهدين. الشاهد الثالث هم الكتبة الذين يكتبون لك الحسنات والذين يكتبون عليك السيئات، لقول الله سبحانه وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وهنا يأتي الحوار والإنسان بده يخلص، يقول يا ربي إبليس أغواني، أنا ما كنت بدي أعمل المعصية، لكن الإغواء وإبليس جاءني عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي، بأي الأعذار شئت. سيتكون البراءة عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. اليوم لا يبدل القول لدى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لن يظلم أحد. هذا الشاهد الرابع. أما الشاهد الخامس يعني الشاهد الثالث هو الكتبة، والشاهد الرابع هو إبليس عليه من الله ما يستحق، وعندها سيتبرأ منا. أما الشاهد الخامس وهو الله سبحانه وتعالى وهو خير الشاهدين. حقيقة أخوانا أمام هذه الحقائق التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا، يجب أن يبقى الإنسان أو أن يعيد الإنسان الصلة مع الله سبحانه وتعالى. إخواني في قضية مهمة جدا، أن تحسن الظن في الله في جميع مراحل حياتك. أن وقعت بالمعصية بإرادة أو بدون إرادة توب، عود إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك في هذا الجو الشديد الحرارة. لاحظ اليوم مكيفات ومراوح وكل وسائل التبريد الموجودة أمامنا، فكيف بنا بجهنم يوم يحمى عليها أو يحمى بها أو يحمى علينا في جهنم، ويصبح مقدار مجلس الإنسان الكافر والعياذ بالله كجبل أحد في جهنم. ليش؟ لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، ولكن يضاعف الجسم لتأخذ أكبر قدر ممكن من العذاب. نسأل الله العفو والعافية. أعود مرة أخرى إلى أبنائي الشباب. الإنسان منا لا يعرف متى تكون آخرته ولا يدري متى سيحصل. الرحيل هذه في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه من باب كرمه أنه قد احتفظ في هذا الأمر، احتفظ به لنفسه. ليش؟ حتى تعود. لأن الإنسان تقبل منه التوبة إلا في حالتين، أنت تقبل منك توبتك وأنا تقبل مني توبتي إلا في حالتين: أن تبلغ الغرغرة، وش الغرغرة؟ يعني تصل إلى هذه المرحلة، وأن تطلع
الشمس من مغربها، عندها ترفع الأقلام وتجف الصحف، لا تقبل التوبة. ما قبل ذلك تقبل التوبة. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده وبعودته وبإنابته، والموضوع في هذا الاتجاه طويل. لكن حقيقة أنا أذكر مرة أخرى بأن الإنسان الذي يعصي إن عصى وستره الله سبحانه وتعالى فلا يأمن مكر الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أنت تعصي ولا يعلم أحد بمعصيتك، فأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيك فرصة عشان إيش؟ عشان تتوب ما تكرر، لأنه يسترك في الليل. إن عملت المعصية في النهار فيسترك في الليل في النهار، وإن عملتها بالليل يسترك في الليل حتى تجاهر بالمعصية. المجاهر بالمعصية ماله إخواني؟ هو يتحدى الله سبحانه وتعالى. ولعلي أبين لكم بأن هناك حالتين، حالة عفو عام، وهناك حالة مغفرة. الإنسان الذي تغفر له توبته، تغفر له زلته، وتغفر له خطيئته، غفرت له خطيئته، يقف بين يدي المولى سبحانه فيقول له الله سبحانه وتعالى وهو الذي قد غفر له: يا عبدي يا فلان، ألم تعمل معصية كذا في يوم كذا؟ الله أعلم بهذه المعصية لكن يريد أن يؤكد، فيقول: بلى يا رب فعلته، فيتساقط لحم وجهك حياء من الله سبحانه وتعالى. هذا التائب الذي غفر الله له ذنبه، فما بالك بالمصر على المعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه أن لا أكون أسرا تدخلون منكم إلى الجنة ثم يقذف به في النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويجافي نقمه. واشهد ان لا اله الا الله شهاده عبدي يدخرها عندك ليوم تشخص فيه الابصار. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته واحذركم من مخالفه امره لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله القى بها ربي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أفني بها عمري. أما بعد أيها الإخوة في الله، أيها الموحدون، الله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان منا نعما كثيرة. هذه النعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمه سبحانه كثيرة، نعمه في أجسامنا وفي أبداننا، نعمه في تلك الأشياء التي قد وهبها الله لنا من أموال ومن بنين ومن غيرها. ومن أهم نعمة على الإطلاق وهي نعمة الأمن والأمان. المسلم إن شعر بالأمن وعاش في جو إيماني فيه أمن استطاع أن يؤدي كل ما طلب منه، لأن الغاية العظيمة التي خلق من أجلها الإنسان منا هي أن نعمر الأرض بلا إله إلا الله. هذا هو المطلوب منك أيها الإنسان، وأنت خليفة الله في الأرض. والله سبحانه وتعالى قد استخلفك لإعلاء لا إله إلا الله. الدور عظيم ويحتاج منا إلى جهد عظيم وإلى صبر لأداء هذه الأمانة. وفي هذه الأيام المباركة وهي الأشهر الحرم، نحن في أواخر شهر ذي الحجة، وهو واحد من الأشهر الحرم، ويقبل علينا شهر الله المحرم. وفي هذا الشهر العظيم نستذكر في كل عام هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي وروحي فداك يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله. فبذلت كل ما استطعت، وأشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة، ونحن على ذلك من الشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر لا نريد أن نؤرخ للهجرة اليوم بقدر ما نريد أن نقف على بعض العظات والعبر هنا وهناك في هذه الرحلة الطويلة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم برفقة صاحبه أبو بكر، الذي أراد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشوار الطويل. النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا حال المؤمن وحال الدعاة في كل زمان ومكان. كل من يأمر بمعروف لابد أن يتعرض إلى كل أنواع الاضطهاد. الاضطهاد والظلم من الأقربين الذين لا يريدون لك أن تؤدي الرسالة التي كنت أو التي جئت من أجلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لكل أنواع الظلم والاضطهاد من أهله وأبناء عمومته، حتى أن مكة التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم أصبح البقاء فيها مستحيلا، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الرسالة التي أرسل من أجلها، فكان لا بد له أن يبحث عن مكان آخر، فكان الاختيار المدينة، وأن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا مثالا فيما يتعلق بباب التوكل على الله سبحانه وتعالى. المؤمن مطلوب منه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدلل الصعاب، نعم، ولكن لا بد لك في بداية الأمر أن تأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد الراحلة وأعد الزاد وأعد الدليل ليرافقه إلى المدينة في رحلة طويلة تبلغ أكثر من 450 كيلومتر، وتحتاج إلى 11 يوما يسافرها أو يقطعها المسافر على قدميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب، وبدأت بعد ذلك هذه الرحلة العظيمة، هذه الرحلة التي أشرقت لها السماوات والأرض، هذه الرحلة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة منطلقا إلى المدينة. وهنا يكون الحال إلى كل المظلومين. وربما أوجه الحديث تحديدا إلى إخواننا في فلسطين، فنقول بأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحدث بعد العسر يسرا، وهذا وعد من الله. والله سبحانه وتعالى لا بد أن يوفي بهذا الوعد، ولكن الأمر فيه من الاختبار والابتلاء لنا اليوم. نحن أمة لا إله إلا الله، وتحديدا إخواننا في فلسطين، فنقول لهم بارك الله مسعاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنكم، ونسأله سبحانه أن يمدكم بالقوة، وأن يمتعكم، أن تكونوا قادرين على الصبر على كل أنواع الاضطهاد التي تتعرضون إليها في بلدكم، وأنتم تدافعون عن واحدة من مقدسات المسلمين. فهذا والله في ميزان حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر وأن يوفقنا إلى ذلك. المسلم لابد أن يعلم بأن ما يصيبه لم يكن ليخطئه، ولكنه قضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى قد قدر الأقدار من أجل أن تعرف أيها الإنسان بأن الأمر لا يأتي هكذا بسهولة، ولكن لا بد من بذل الجهد حتى تحقق الهدف الذي تصبو إليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر يحب مكة، وهذا في باب حب الأوطان، فيقف على أطلال مكة وهو مهاجر ويخاطبها خطاب المحب لمن أحب، فيقول والله أنك أحب بقاع الأرض إلى الله، وأنك أحب بقاع الأرض إليه، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا في حب الأوطان. المسلم والمؤمن يدافع عن وطنه، يدافع عنه عن كل شبر من ترى هذا الوطن لابد أن يدافع عليه المسلم. ثم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هجرته حتى يصل إلى الجحفة، فيزداد حنينه وشوقه إلى مكة، فيبكي في ذلك المكان، فينزل عليه جبريل عليه السلام فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أنك ستعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك، أنك ستعود فاتحا منتصرا، وهذا حال المسلم الواثق من نصر الله سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الأحبة، إلى جانب حب الوطن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال المؤمنين، هو التآلف والتآخي ما بين أفراد
للناس. والنبي والله سبحانه وتعالى يبين لنا فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ليكن رابط العقيده هو الرابط الذي يجمع الناس منا على حب هذه العقيده. هذه العقيده تحتاج منا الى التضحيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي ما بين المهاجر الذي خرج من بلاده مطرودا مظلوما مضطهدا من قبل اقرب المقربين اليه، يؤاخي ما بينه وما بين اهل البلاد، ما بينه وما بين الانصار، حتى يصبحون اخوه في الله فيقتسمون كل شيء حتى لقمه الطعام. وهذه من باب الدروس والعبر، لان الامه لا يمكن ان تعيش في نعيم دائم، فلا بد ان ياتيها يوم تشتد عليها المصاعب، فلا بد ان يكون هناك محبه والفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ايضا بان حال المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النبي صلى الله عليه وسلم يصل الى المدينه ويستقبله المهاجرون والانصار فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هناك ترتفع رايه لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده تحملوا كل ما تحملوا حتى ارسلوا الجيوش لفتح بلاد الشام وغيرها من هذه المناطق التي نعيش اليوم فيها تحت رايه لا اله الا الله. لا بد لنا ان نحافظ على هذا العلم، لا بد لنا ان نحفظ هذا العلم، ولا بد لنا ان نقدر ونستشعر عظمه الجهد الذي بذل حتى وصلت الينا لا اله الا الله. فاصبحنا اليوم ندعو بان يرفع الاذان في مساجدنا، ومن على المنابر تلقى الخطب لتذكرنا بهذه الحادثه العظيمه، وهي حادثه الانتقال من مكان فيه ظلم واضطهاد للمسلم، والمسلم مطلوب منه ان يترك كل مكان لا يستطيع ان يؤدي به ما امر ان يؤديه، وان يرفع كلمه لا اله الا الله ورايه لا اله الا الله. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم وبسنه نبيه الكريم، ونفعنا بما فيهما من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد أيها الإخوة في الله، الهجرة ليست مجرد تاريخ يمكن للإنسان منا أن يسوده، ولكنها أحداث عظيمة لا بد للإنسان أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسير على نهجه، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فمن سار على نهجه نجا، ومن ضل الطريق والعياذ بالله كان مصيره إلى جهنم. فاليوم المسلم والمؤمن إن شعر أنه في لحظة من لحظات حياته ربما يتعرض لنوع من أنواع الظلم، إن كان يأمر بمعروف وينهى عن منكر كان واجبا عليه أن يترك هذه الأرض وأن يهاجر وأن يتركها بحثا عن مكان آخر يمكن أن يؤدي فيه الرسالة التي استأمنه الله سبحانه عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قد باهى بنا الملائكة عندما قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأنت خليفة الله في الأرض وأنت من تعمر الأرض بلا إله إلا الله. هذا هو شعارنا وهذه هي رايتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نموت ونحن نقول لا إله إلا الله، وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لأنها هي السبيل للنجاة. واعلموا أيها الأحبة بأن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون الموحدون، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد
آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفق لذلك، ومن أراد الإسلام وأهله بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيه اليوم الأسود كيوم هامان وفرعون. اللهم إنا نسألك يا عظيم في هذا اليوم العظيم أن تخلص الأقصى الشريف من تحت أيديهم. اللهم اكتب لنا فيه صلاة قبل الموت. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك يا عظيم في هذا اليوم العظيم أن تنصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا بنا من الجهد والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع عنا الولاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا عظيم أن تديم على بلدنا هذا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم أدم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. ووفق اللهم ملك البلاد لخير العباد، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين، وسائر ولاة أمر المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أذكركم بلجنة زكاة المزار اليوم، وجزاكم الله خيرا. سنجمع خير هذا الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان صلاتكم وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سيكون إن شاء الله صلاة على المتوفى فاطمة فراس ويس الدفن في الحكم الفباشة بعزاء في دوران الموسي في الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها في واسعة رحمته. صلاة الله على رسول الله. ما فهمني عليك يا شيخ. ما سمعوا عيد. صلاة الجنازة على المتوفى بعد إن شاء الله بعد صلاة السنة مباشرة. المتوفى هي المرحومة فاطمة فراس منسي، الدفن في مقبرة العائلة في البارحة، العزاء في ديوان آل المنسي في حي التركمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته. استووا اعتدلوا وثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أسأل الله أن يكون مرضها كفارة للذنوب التكبيرة الرابعة. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، واعف اللهم عنا وعن المسلمين، وأدخلنا اللهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا انتهت الصلاة من يوم الجمعة. أسأل الله القبول لنا ولكم، والسلام عليكم.